كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى كاع الناس اللي يكونوا يشوفوا هذا الفيديو يكونوا بخير ويكونوا بصحه. اش غنقول لكم؟ جالسه ما عليا ما بيا، طاحت عليا شي حداقه هاد العشيه، شي والله ما عرف داكشي منين نزل، زعما الله يعطيكم شويه من داكشي طاح عليا اليوم. غتنط، جمعت الدار، جففت، طويت الحوايج، درت الصابون في الماكينه. اش يعني وليو ما نحد، راه واخا الفيديوهات انا ربما كنصورهم بنهار نحطهم من اخر لان ماشي ساهل باش نمونطيو باش هادي، ولكن راه اليوم نحد. يعني الناس دابا راه خارجه كيتسركلوا خارجين كيدوروا، انا اليوم حيت ما كنخرجش ديما، ماشي كل حد، اليوم ملي ما خرجتش ما والو ونوض صافي داكشي اللي جاني وانا نحداق الله يستر. نط، ضربت للدار جمعت فيها على تاركه، دخلت للدوش، دوشت، درت كوماج لوجهي، درت ماسك، المهم كاع اليوم راشقت ليا ولا غترشقت ليا ولا الله ما عرفت. ايوا ملي جمعت داكشي قلت اش غندير، راه نوجد الكوتي الفطورات، بغيت نقول راه نوجد الفطورات، نوقف في الكوزينه واحد ساعتين ولا ساعتين ونص ولا حتى 3 السوايع ونتفك من الفطورات ديال واحد 2 سيمانات ولا ديال واحد 10 ايام. المهم هادشي اللي بقى لنا ان شاء الله من سيدنا رمضان، وبغيت نشارك معكم هادشي. بغيت غير نعطيكم واحد شويه ديال الطاقه الايجابيه اللي تدفقت عليا. الطاقه اللي غتدفقت عليا كامله بخاطر بعض المرات كنبغيو منها غير كدوك ما كنلقاوش، دفقت كامله بخاطر الله يحفظ واش باقي شي حاجه ليا من جايه ولا والو. المهم كنضحك معكم الحمد لله. بغيت نشارك معكم هاد الحماس اللي جاني، نط جمعت داري وداكشي. ما شاركتش معكم روتين ديال الدار ولا غير روتين ديال ملي دخلت الكوزينه. نتوما حتى كوزينتي مجموعه حكيت الرخام، واخا هذا الرخام عندي انا راه ما عرفتش كيعصبني هذا الرخام ديما، ديما كيبان لي منسخ، ما عرفتش علاش هذا الرخام فيه هاد منقط بحال هكا، ما عرفتش شنو سميتو هذا الرخام. هذا ديما كنبقى نمسح ونبقى نحس بيه بحال داكشي اللي فيه كيلمع وكيعطيني الغفلي حتى العينيه وداكشي كنبقى ديما نحس بيه بحال خاصو يتمسح. المهم بلا ما نطول عليكم، انا مشيت تقديت داكشي اللي غندير، قلت غنوجد الفطورات ديال ديال واحد 2 سيمانات ولا هادي، وبالاخص اولا غير 10 ايام ولا المهم داكشي اللي غادي يخرج ليا. بالاخص هاد السيمانه تقريبا انا ما غنكونش مساليه، عندي بزاف ما يدار. قلت اللهم نتفك من داكشي ديال الفطور ونتهلاو في الراجل حتى هو. مشيت تقديت تخربقات. غنوجد لكم كوتي ساهل، غنوجد لكم يعني داك كنتلف داكشي راه هو حتى ديال الكوتي، كيف الكوتي ولا الفطور، شي حويجات اللي ساهلين وكيصدقوا بسهوله، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. خليكم معايا باش تشوفوني اشنو غادي نوجد حتى الاخر الفيديو. هادشي اللي غنقول لكم، وخذوا شويه من الطاقه اللي طايحه عليا اليوم وهاد الحداقه. يلا خليكم، انا غنبدا لكم باول حاجه وانتم معايا، وشي حويجات اللي الصراحه كيصدقوا معتبرين من داك الشيء. خليكم معايا. المهم انا اول حاجه غنبدا بها دابا، غنبدا بالقرص. انا حطيت المكونات ديالهم، غنبدا ان شاء الله بالقرص. علاش؟ لان هما اكثر حاجه كتاخذ منا الوقت، يعني كياخذوا كيبغيو الخاطر فين يخمروا على خاطرهم، فين كيبغيو ياخذوا الوقت فين يرتاحوا فين يخمروا. وهاد الطريقه ديال القرص صراحه زوينه بزاف. خديت مع واحد الاخت في اليوتيوب، ما عقلتش على اسم القناه ديالها بكل صراحه لان مده طويله وما عندي وانا كنديرهم، وحتى هي ملي حطيتهم راه قالت انها خداتهم، يعني راه شي كياخذ على شي. المهم عندنا الابداع الحمد لله. اذا نخليكم اول حاجه غنبدا بها هي الكريسات. هاد العجين ديال القراشل اولا القرص راه كيجي زوين، وتحيه لكم من العائله السعيده عندي. هادو خذوهم حطوهم في الكوزينه ولا تكونوا ما غديروا فيهم والو، يعني غير ملي تكون طالع عليكم الدم دوروا لجيتهم غتلقاوهم كيضحكوا بابتسامه عريضه، وغتبان لكم ان الدنيا ما ساويه حتى شي حاجه. يلا خليكم ما تدوش عليا رانيا داويه، ندخلوا للمعقول دابا. يلا خليكم باش تشوفوا المكونات والطريقه وجربوا وردوا عليا، راه كيجيو فشفشين يعني مفشفشين.
ضحكني هاد الكلمه، كيجيو مفشفشين رطبين طوب. خليكم معايا. اذا على بركه الله نبداو. في هاد القريشلات انا كندير كاس ديال الزيت ديال المائده، غندير كاس ديال السنيده، غندير 2 ديال البيضات، غندير ما يعادل 2 الكؤوس ديال الماء دافئ. كاس العنبه انا خديت العبار بكاس العنبه وكيعطينا 130 هي 130 غرام اولا 130 ملي سنتيلتر. خماره ديال الحلوى وفانيلا، غندير القليل من الملح، وغندير معلقه كبيره ديال خميره الخبز اولا خميره حبيبات او المعجونه على حسب اللي كتستعملوا. بالنسبه للطحين غنحتاجو تقريبا ما يعادل 500 غرام ديال الفورص، نص كيلو. اذا غنطحنوا هاد المكونات في الخلاط الكهربائي جيدا، يعني لمده ديال واحد 5 دقائق تقريبا. تقريبا دازت المده ديال 5 دقائق. هانتو كما كتشوفوا. دابا غنحيدو وغنديرو في العجانه هنا، حيت مازال غنبغي نخدم بالخلاط. هي نورمالمون كنتو غديروها دابا بوحدو، غتخليوه في الخلاط حتى غتخليوه في الخلاط حتى غادي يرتاح واحد المده ديال 15 دقيقه تقريبا. انا لاني غادي نحتاج للخلاط باش نخلط فيه المسمن طحان الكهربائي بغيت نقول، غنديرو في العجانه وغنخليه. غنغطيه وغنخليه مده ديال 15 دقيقه. عجنت الكرز خليته هذيك الطريقه، كتخليه مده 15 يوم 15 دقيقه 15 يوم 15 دقيقه حتى كيتفاعل دوك الخميره مع الخميره ديال الخبز معاه باش يعني هذا الشيء باش كيجي زوين. حاجه اخرى انا درت فيه الماء. هو من الاحسن اللي عندكم الحليب، ديروا 2 كيسان ديال الحليب، كيبقى من الاحسن، كيجي حسن لا في المذاق ولا يعني كيجي بالحليب حسن. دابا غندوزو لثاني حاجه، غندير المسمن وغندير لكم المسمن ديال الخلاط كيجي خطير حتى هو. اذا خليكم. اذا في هذا المسمن ديال الخلاط انا درت هنا دقيق القمح الفينو، القمح الصلب، اولا تقدروا تستعملوا السميده رقيقه على حسب الرغبه، هو كيبقى الفينو احسن. درت فيه ملعقه كبيره ديال سكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح، والقليل قليل من خميره الخبز، الخميره حبيبات اولا المعجونه اللي عندكم هنا حسب الرغبه، بغيتوها كتضيفوها، ما بغيتوهاش فكيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد فيكم. وغنستعمل تقريبا مقدار ديال 3 الكؤوس ديال العنبه. انا دائما الكاس المعياري كنستعمل كاس العنبه ديال الماء اللي يكون دافي. وغندير هاد المكونات في الخلاط الكهربائي. غنضيف داك الماء دابا صافي، وغنخلط كل شيء تقريبا المده ديال 5 دقائق حتى يتمزج المكونات جيدا، ونخليهم يرتاح حتى هما واحد المده ديال 5 دقائق، وغدا نكملوا في العجن.
بعد ما ارتاح العجين تقريبا لمده ديال 5 دقائق غنديرو في العجانه. درتو في العجانه وراه ممكن تدلكوا العجينه غير بيديكم، هي اصلا راها تقريبا دوك المكونات مدلوكين مع بعضياتهم، الخميره والدقيق وهذا صافي. غندير داك الطحين في غندير الدقيق ديال الفورص، غنبقى نضيف بشويه بشويه حتى نحصل على عجينه تكون يعني زوينه، ما تكونش رخوه بزاف وما تكونش قاصحه. ها هو العجين ديال المسمن، شوفوا كيفاش كيجي، راه الصراحه كيجي زوين بهذه الطريقه. دابا غنبدا ندير شويه الزيت في يدي وغنبدا نشكل منه قريصات بالقياس اللي بغينا. بهذه الطريقه صافي، وغنخليهم يرتاحوا واحد شويه باش نبدا نصايب الرغيف. وغندوز بعدا كينا غندوز باش دابا غتكون تقريبا دازت المده ديال 15 دقيقه لذاك العجين ديال القرص اللي خليته كيرتاح. غندوز دابا باش نضيف ليه الدقيق ديال الفورص. المهم خليكم معايا حتى الاخر. حيد داك المسمن خليته غطيته بسلوفان وخليته باش يرتاح واحد شوي. هذا داك العجين ديال القرص بعد ما ارتاح تقريبا مده ديال 15 دقيقه دابا غنديرو في العجانه. انا كنقول لكم ممكن انكم تعجنوا بيديكم، يعني ما غيحتاجش واحد المجهود كبير لانه اصلا يعني مدلوك مزيان كيف كنقولوا. الطحان الكهربائي الصراحه كيدلك مزيان هادشي. وغادا نبدا نضيف عليه في الدقيق تقريبا الكميه ديال 500 غرام، نص كيلو. صافي وغنبقى هكا غنبقى كنعجن فيه. يعني من الاحسن خذوا بالعبار 500 غرام ديال الدقيق، 500 غرام ديال الدقيق الابيض نوعيه ممتازه. غنبقى نجمع فيه انا حتى غنحصل على عجين ونعاودو نتلاقاو. ها هو العجين ديال القرص تدلك، يعني شوفوا كيفاش خصو يجي. انا غنقرب لكم الكاميرا، يعني كيجي بحال هكا، كيبقى كنحسوا به مرخوف، كيبقى كيتلصق، يعني كيبقى يتلصق لينا في اليد ديالنا. خاصو يبقى مرخوف باش يجينا مفشفش كيف كنقولوا. صافي دابا غادا نغطيه بالسلوفان وغنخليه على جنب حتى يختمر، يعني حتى يختمر جيدا لمده ديال ساعه على حسب حتى الجو، ساعه ونص او اكثر او اقل حتى يطلع لينا يخمر. ودابا غندوز للحاجه الثالثه. المهم العجينه ديال القريشلات انا لانني باغا نوجد هادشي في مده قياسيه، وبدا دابا غيبدا شويه قريب المغرب، درت ليها دفيت الفران، غير دفيتو فقط، غير دفيتو وخشيته في الفران باش داغاك توجد ليا. المسمن راه مغطي ورايا، هو هذا مغطيها بالسلوفان ودايره فوق منه سربيته ومخليه حتى هو كيرتاح. ودابا غنوجدو الحاجه الثالثه اللي هي الكاليط ساهلين زوينين كيجيو لذات بدا غكيوجدو. يعني انا دابا تقريبا المده ديال شي 35 دقيقه ولا باش دخلت للكوزينه، يعني انا غاده مزيان. انا كنحسب باش شحال ديال الوقت غادي ناخذ هادشي. اذا دابا خليكم مع الكاليط والمكونات ديالو. اذا في الكاليط انا غادا نحتاج هنا درت 2 ديال البيضات ومعاهم شويه ديال الملح، هو كيبان هنا. درت كاس ديال الزيت ديال العنبه، كاس ديال السنيده ديال العنبه، يعني تقريبا ما يعادل 100 على ما اظن 130 او 150 غرام. صفر بيضه هذه باش غندهن، وغندير معها شويه ديال نيسكافي سريع الذوبان، قهوه سريعه الذوبان، ولا غندير مع روح القهوه. انا عندي الروح ديال القهوه هي اللي غندير.
غندير تقريبا ما يعادل ما بين 400 حتى ل 500 غرام ديال الطحين دقيق ممتاز، وجوج خمارات وفانيا وحده، وغندير جوج معالق ديال اي نوع ديال المربى عندكم، اولا تستعملوا العسل. اذا غنبدا على بركه الله. كنبداو نضيفو الدقيق بشويه. انا غندير معاه لان معروف ان الخميره كتبغي تندج مع يعني حوايج اللي يكونوا يعني مع النواشف باش كتفاعل احسن وكتعطي نتيجه. غنبقى غدا بهذا الشكل حتى غنخلط الكاليط مزيان. غنبقى نضيف فيه الكميه ديال الطحين حتى غيتجمع ليا، وغنرجعوا باش نتلاقاو. هنا جمعت هذا خلطت الكاليط كيف ما كتشوفوا. ها العجين ديالو كيفاش كيجي، العجين ديالو يعني خصو كيبقى رخو كيف كتشوفوا، كيبقى رخو. دهنت واحد الطاوه بالزيت وغنبدا نشكل دابا. شكلوا منه دوائر او لا الشكل اللي بغيتو. ديروا شويه الزيت في يديكم لان العجين كيكون كيتلصق، يا اما شكلوا منه دوائر، او انا جاتني الفكره انني نديرو هكا على شكل، بغيت نديرو على شكل صبيعات بهذه الطريقه. غنبقى غدا انا فحال هكا حتى غنكمل العجين كامل اللي عندي، ومن بعد نعاودو نتلاقاو. ها هو الكاليط وجدتو، انا درتو على شكل، ما درتو على شكل بيضاوي، ما درتوش على شكل ديال دائري زعما. هنا صفر بيضه درت عليه شويه ديال الخل وشويه ديال الماء، ودرت عليه شويه ديال الروح ديال القهوه. راكم متواجد عند اللي كيبيعوا هادشي ديال الحلويات، ممكن تستعملوا غير قهوه سريعه الذوبان. صافي غادي نخلط مزيان باش غندهن به.
غنبقى غادا بحال هكا حتى غندهن هاد لي كاليط كاملين. نوريكم العمليه الاخيره. انا كندهنهم جيدا، كيعجبني يجي اللون ديالهم غامق، كيجيو زوينين. والصراحه حتى هذا الروح ديال القهوه كتعطيهم واحد المذاق زوين. غنوريكم هذه حيله ورات عليا الاخت ديالي. هذه كنصايبوها غير من دوك الغطيان اللي كيكونوا ديال دوك السطيلات ديال الناباج اولا ديال الجليكوز اولا السطيلات ديال العسل، كيكون عندهم واحد الغليق ديال البلاستيك. كناخذوا هذه كنقطعوا واحد المربع او مستطيل كنقطعوه بالمقص. غنزوق انا بهادو على هذا الشكل. صافي غنبقى غدا على هاد الطريقه حتى غنزين حتى غنكمل ندهن كامل هاد لي كاليط اللي عندي ونزين بنفس الطريقه. وعطاوني كميه لا باس بها، يعني عطاوني هاد اللاطه ومازال باقي عندي تقريبا النصف ديال هاد الكميه اللي كاينه في اللاطه هنا درتها في مول اخر. انا غنبقى غدا على هاد الطريقه حتى غدا نكملهم. وغنديرهم في فرن مسخن مسخنه على درجه حراره متوسطه، وغنخليهم يطيبوا. غنشعل عليهم من التحت. انا عندي الفرن الكهربائي كنشعل الفوق والتحت بحراره متوسطه. اللي عنده الفرن ديال الغاز غيدير غير غيشعل عليهم غير التحت، غيديرهم الفوق حتى يطيبوا، من بعد غيهبطهم باش يزيدوا يتحمروا. ها هو الكريسات الكروس ديالنا. شوفوا بغيت نوريكم هاد الطريقه. شوفوا كيفاش من هنا باين، يعني ملي غطيته بس انا لويت عليه الصراحه السلوفان على الكاس ديال على البول ديال العجانه. هذا ما عرفتش لو بول ولا الطاور الله اعلم. ملي درت عليها السلوفان غطيتها كامله زمطتها مزيان باش يوجد لي، لان هاد الطريقه خصو على الاقل يبقى المده ديال واحد ساعتين ديال المكانه، ساعه ونص ساعتين على حسب الجو. دابا الحال شويه باقي بارد. انا دفيت الفران، وانا الفران عندي هذا الفرن الكهربائي كيبقى شاد شويه الحراره، دفيته صافي ولويتها كامله بالسلوفان. شوفوا كيفاش داك السلوفان يعني ديك النفس تزمتت وطلعت ليا العجينه. خاصها تكون بحال هكا باش يجيونا القريشلات ناجحين. اذا خليكم انا غنجبدهم وغنبدا نشكل فيهم وانتم معايا حتى الاخر. هيا العجينه ديال الكريسات، شوفوا كيفاش طلعات خمرات. ضروري خصنا نديرو شويه الزيت في يدينا باش نجمعوها. شوفوا كيفاش خمرت، يعني ولات دايره الخيوط. دابا غنشكلوا منها التشكيلات اللي بغينا. ما عرفتش ما تصوروش العجين كيفاش كتحسوا به في يديكم. دابا يعني غندير الشكل ديال الضفيره يعني بهذه الطريقه. يعني هاد الضفيره كتجي هي كتعطي شي واحد المنظر زوين الصراحه. غنزينها هنا بطريفات ديال الشكا كنغرسو الوسط منها يعني بهاد الطريقه.
غنبقى على هاد الطريقه حتى غنكمل هاد العجين اللي عندي. هنا راه كتصايبوا الشكيلات اللي بغيتو نتوما. انا بقيت غنكمل العجين اللي عندي ونعاودو نتلاقاو. هما الكريسات بعد ما كملتهم، وهادو دوك الضفيرات اللي درت زينتهم بالشكلاط. دابا غندخلهم للفران. انا الفران لان كنت كنطيب فيه الكالات باقي عندي الفرن سخون، غادي ندخلهم وغنخليهم يختمروا. اصلا هاد العجين راه نتصوروا وانتم كتخدموا فيه في يديكم كتحسوا به يسفنجي لواحد الدرجه ما كتصورش. والله العظيم يعني زوين بزاف هاد العجين. تقريبا انا باقا يعني يلاه كملتهم كاملين، فبداو جايين طالعين بداو خامرين. مبغيتوش ديروهم في الفرن، ففي اللاطات دائما كديروا كؤوس مثلا كاس هنا وكاس هنا، وكديروا السلوفان وكتغطيوهم بشي حاجه دافيه وكتخليهم يخمروا. انا غنرجعهم للفران لانه باقي دافي باش يوجدوا ليا بسرعه يعني كنقلب على اسرع الطرق. وغندوز باش ندوز للعجينه ديال المسمن. المهم انتم تبعتوا معايا المراحل اللي دازت كامله. دابا جيت رجعت للمسمن. غدا نصايب المسمن، غدا نكرسو ونجمعوا على شكل الرغيف اللي كنديروا ديالنا. كنت غنزيد الحاجه الرابعه، ولكن للاسف شنو كانت الحاجه الرابعه بعدا. يعني كنت ملي غنورق المسمن ونوجد الرغيف، غادا نبدا نطيب فيهم وفي نفس الوقت كنت غنوجد الحرشه. يعني كانت غطيب لي الحرشه في نفس التوقيت وانا كنطيب في المسمن، بخصوص انني انا كنطيب في هذا شويه ديال الضوء لا بلاك، يعني كتخدمي فيها كلشي. وفي نفس الوقت غادي ندير الحرشه لان ما كتاخذش وقت طويل. والحرشه ديال المقله، الحرشه اللي يعني ديال اللي كيديروا على برا كتباع في المحلات على برا. ملي جيت للسميد حطيتو داكشي دابا قلت غنوجد باش غير نورق المسمن. الكريسات راهم تقريبا قربوا يخمروا لان مع الفران كيعاون بواحد السرعه. وندير الحرشه قدامي غنكون واجده الكاليط طاب وحيدتهم. لقيت ان السميده غليظه، يعني ماشي السميده رقيقه، ماشي ديال الحرشه صافي. وما باش يعني باش غنرجع لعدم الحانوت. انا ما رديتش البال كيعطيني سميده رقيقه هو غلط، ما الخطا كيوقع كاين باس. المهم دابا غنكمل المسمن، من بعد غندهن البريسات. نتوما معنا يعني غيكون همنا هذا الفيديو يعني الاخر ديال الفيديو كامل ان شاء الله. ما كندوخ خليكم معايا. هنا انا درت الزبده، درت شويه ديال الزبده وكنعتذر على هذا الشعل اللي كيعطيه ليا هنا الرخام، كيدير ليا بحال هكا كنلقاه صعوبه، كنعتذر. غندير مع واحد الكميه ديال الزيت تقريبا اللي غيكفاني لهذا المسمن. انا راه درت المسمن درتو شويه كبير، درتو صغير. وغندير معاه واحد الكميه ديال الفينو ديال دقيق القمح. وغادا نمزج هاد المكونات مزيان حتى نحصل على بحال الكريمه، هي اللي غنورق بها. انا غنضيف ليه شويه ديال خميره الحلويات. هنا طبيعه الحال على حسب يعني على حسب الرغبه الا بغيتوها، ولكن راه حتى هي كتساعد باش كيتفرق هذاك المسمن كيجي مورق مزيان، كيجي زوين. المهم كيف ما كتشوفوا هكا انا تقريبا وجد عندي. دابا غنبدا نورق المسمن. دابا غنبدا ناخذ دوك المسمنات غنبدا نورقهم بالزيت. انا درت الزيت ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. غنبدا نورقهم. غنورقها بحال هكا، يعني نحاولوا نرقوها مزيان. وغناخذوا داك الخليط اللي درنا ديال الفينو، الزبده والزيت وشويه ديال الخميره ديال الحلويات، وغندهنوها بهذه الطريقه. وغنطويها بهذا الشكل. هاد الطريقه ديال الطي اللي درت
راه هي اللي كيديروا في المحلات، يعني اللي كيبيعوا هادشي ديال الرغايف المسمان، هذه هي الطريقه اللي كيديروا. غنعاود ندير هنا شويه، يعني بهذه الطريقه باش كتجي مورقه، كيجي المسمن مورق بزاف، كيجي مورق من الداخل بشكل كبير. وغادي نعاودو ندهنو، من بعد غنطويوها بحال هكذا. تجي بهذه الطريقه. غنعاود نفس المرحله. هما العجينه ديال القريصات خمرت ليا، ويعني شوفوا راه واحد المده وجيزه ملي دفيت الفران بسرعه خمروا. وما نقولش لكم كيفاش كتجي هاد العجينه، والله غير كنصحكم غير جربوها ما تردوش. انا غندهنهم دابا بصفار البيض، وغنرش عليهم شويه ديال الزنجلان ديال السمسم. حاولوا دهنوهم بشويه ملي يكونوا دائما مختمرين، حاولوا دهنوهم غير بشويه بالهداوه، لانهم باش ما نخسروش ليهم ديك الخميره ديالهم بهذا الشكل. انا غنبقى معاهم غير بشويه حتى ندهنهم لانهم طالعين. يعني انا خليت بيناتهم مساحه، وبالرغم من هذا فخمروا ليا بزاف، يعني التصقوا مع بعضهم رغم انني خليت فيما بينهم مسافه كبيره. انا غنبقى غدا بهذا الشكل. انا غنوريكم الطريقه ديال الدهن راه كلنا كنعرفوها، وغنرشوا عليهم بحال هكا شويه ديال الزنجلان بهذا الشكل هذا صافي. وغنرجعهم من الفرن على درجه حراره تكون متوسطه. غنشعل عليهم من التحت حتى يطيبوا، ومن بعد يعني غيكونوا الفوق وغنشعل عليهم من التحت اللي عندهم الفرن ديال الغاز، ومن بعد غادا نهبطهم باش يتحمروا. اذا نعاود نكملوا. انا كملتهم دابا. يعني تصوروا هذا العجين هذا زوين لدرجه انكم ولو دهنتو ولو شحال من مره، يعني كنضغط عليه بالشيته اللي كندهن بها، راه الصراحه كيبقى زوين وكيبقى شاد الفورمه ديالو وما تخسر ما والو. زعما ننصحكم انكم تجربوا هاد القريشلات بكل صدق، لانهم كيجيو ناجحين بزاف. دابا غندوز باش نقرص المسمن. انا درت المقله، اولا انا كنخدم على هاد لابلاك درتها تسخن، ودابا غنقرص دوك المسمنات باش غنبدا نطيب فيهم. انا ساليت دابا. كملت داكشي اللي كنت كنوجد فيه مسمنات وداكشي. بديت تقريبا مع ديك 6:30 دخلت للكوزينه. دابا 9:30 ساليت. دابا شي 10 العروب، شي يعني 9:45 دقيقه لقاتني ساليت. كملت جمعت الكوزينه، غسلت الماعن، جففت الارض، يعني درت العشاء حق لولادي وعشيتهم ومشاو. دابا الدراري كينعسوا. تقريبا خدمنا هادشي مده 3 سوايع، رغم انني ما درتش الحاجه الرابعه اللي كنت باغا ندير، ولكن كان كافيني ليا الوقت حيت انا البروغرام ديال الحرشه ساهله. بديك الطريقه اللي كندير ساهله. قلت لي غنكون كنطيب في المسمن، كنت غادا نطيبها حتى هي معايا، يعني كانت نفس المده كافيه. ولكن للاسف وقع خطا تقني. عوض السميده رقيقه عطاني سميده غليظه. معليش، نشاركها معكم ان شاء الله في شوط اخر، ولا ندير لكم لها وصفه، حيت الصراحه زوينه ديك الطريقه ديال الحرشه زوينه. انا هاد الوصفات اللي شاركت معكم اليوم والله العظيم كلهم ناجحين، وانا غنوريكم كيفاش جا المسمن وكيفاش جا الكاليط وكل شيء غنوريه لكم. هانتوما معايا، خليكم.
ندور الكاميرا نوريكم الكوزينه. دابا انا جمعت كوزينتي باش تمشي نعس مرتاحه. دابا غنوريكم هادشي اللي وجدت. شوفوا المسمن، واخا انا ما عرفتش الصراحه هادشي درتو زعما قلت لكم الفطورات ديال هاد الايام، زعما المده اللي بقات من شهر رمضان، ماشي كاع شهر رمضان، المده ديال واحد 10 ايام ولا 2 سيمانات. واش نيت غيكفاني ولا زدت شي والله ما عرفت. شوفوا المسمن انا قطعته، شوفوا المسمن كيفاش كيجي، راه كيجي مورق بزاف، مورق بزاف، كيجي زوين، كله كيجي صفحات. الصراحه هاد الطريقه ديال المسمن ديال الخلاط ننصحكم انكم تجربوها، راها كتجي زوينه. وحتى هاد الطريقه اللي كندير انا كنمزج الزبده مع الزيت والفينو اولا الدقيق ديال السميد اللي يكون رقيق مع الخميره، حتى هي كيتصرع المسمن الصراحه. نوريكم الحاجه الثانيه، الكاليت عطاني تا هو كميه زعما الصراحه كميه لا باس بها، ودرتو كبير يعني، وكبير ماشي صغيور يعني. شوفوا على قد اليد يعني، تقريبا الا واحد كلا وحيده راه كنظن حيت هادشي كيكون شويه حلو، كيكون كيقام وجاو زوينين من الداخل. نوريكم يعني طيبين. راه مازال باقي عندي هذه الكميه يعني، بقاو شي ملي عمر التبزير ما كملتش، بقاو لي مازال شي حبات اخرين. وهذا الوصفه والله العظيم يعني كنت بزاف ديما انا ديما كيعصبني هذا القراشل او القرص، لانهم دائما كتجي عجينتهم مدقصه. وخا جربت 100 حيله وحيله حتى درت هاد الطريقه اللي كانت عطاتها واحد الاخت الله يكثر خيرها. صراحه للاسف ما عقلتش على الاسم ديال القناه لان مده باش انا واخداهم كيجيو يعني كيف كنقولوا حنا عندنا كنعرفوا عندنا المخنفر ولا هذا القرص ولا بشي حاجه الا قلنا هذيك الحاجه كتجي مفشفشه، اذا راه ما عليها هضره. شوفوا كيفاش يعني ملي كنضغط عليهم ما مدقسينش كيرجعوا يطلعوا. شوفوا واخا نورك عليهم مزيان كيرجعوا يطلعوا. غنقسم لكم شي وحده باش تشوفوها من الداخل. انا راه كنت درت فيهم شويه ديال الشكلاط، شوفوا كيفاش جاو من الداخل. ما مدقسينش نهائيا بحال القراشل تماما اللي كناخذوا من المخابز اللي يعني اللي كيكونوا كيجيو واعرين يعني، ولو نديروا عليهم فكيرجعوا يطلعوا. الصراحه زوينه هاد الطريقه، كنصحكم جربوها، ناجحه من اول مره والله العظيم. الى طريقه زوينه ديال القريشلات. المهم هادشي اللي كاين. انا حتى هاد الشكل الاخر اللي درت جا زوين على شكل ضفيره، زوقته بالشكلاط لان عرفتوا الوليدات الصغار كيعجبهم الشكلاط وداكشي جا زوين. واخا انا راه يعني وعطاني كميه معقوله يعني، الكميه كثيره، هذا راه تبصيل كبير، تبصيل كبير يعني الحجم ديال 40 يعني عامر. ورغم انني صغرتهم بزاف غير باش يجيوني صغيور، رغم داكشي تنفخوا لدرجه يعني تلتصقوا في الفران ملي رجعتهم. المهم انا هذا هو الروتين. انا شاركت معكم الروتين ديالي ديال اليوم، شاركت معكم هاد الشهيوات وهاد المعجنات. انا كنقول الانسان يوقف في الكوزينه ساعتين 3 سوايع 4 سوايع حتى ل 5 سوايع ماشي مشكله، وغيرتاح من واحد العناء مثلا ديال 2 الاسابيع ولا غادي يرتاح منهم. انا هادشي اللي درت اليوم وكل شيء الصراحه جاو نتائج زوينين، لا المسمن ولا الكاليط ولا القرص. شاركت معكم شي حاجه اللي مجربه واللي انا كنديرها مرارا معتمده عندي والنتائج ديالها كيكونوا زوينين. المهم اش غنقول لكم، ما سخيتش بجماعتكم. ملي كنشد الكاميرا او التليفون ما نكرهش انني نبقى غير كنصور، ولكن الوقت لا يسمح، وحتى الفيديو ملي كيكون طويل كيكون
يعني ما عرفتش كيفاش انا المهم فهمتوني كيكون ممل بهذا المعنى. المهم وصلنا للاخر ديال الفيديو. نتمنى ان يكون نال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم والافكار اللي شاركت معكم اليوم. كما العاده ديما كنرحب بالناس اللي انضموا جداد للقناه، وكنشكر كاع الناس اللي كيخليو لي تعاليق. الصراحه كتعجبني وكتفرحني، واخا قناتي باقا على قد الحال باقا صغيره، كندير شي حاجه من القلب بكل صدق، كندير شي حاجه وانا فرحانه. وثاني حاجه وكيف ما كنقول دائما كنتمنى ان اي شخص شاهد هذا الفيديو ما ينساش يدير اشتراك، يضغط على زر الاعجاب ويفعل الجرس. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.